يجي يوم من الايام الله عز وجل يقول ايه؟ اخرجوا من النار كل من قال يخرجوا، اخرجوا من النار من دمعت عينه ولو قطرة مثل رأس الذبابة خشية مني. مرة كده افتكر انه يعني عبد، وايه اللي بعمله ده؟ عيط شوية ننزل دمع فطلعوه. اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ واخر رجل يخرج من النار. دي القصة العجيبة في البخاري يسموها مسلسلة بالضحك. اخر واحد، اخر واحد يسموها في علم الحديث المسلسلة بالضحك. يعني قال بقي واحد في النار في جهنم، يعني دي اول درجة، دي خلاص فاضل واحد يخرج ودي تغلق ابوابها تصفي ده تخلص شغلها يعني. الست دركات التانيين فيها الكافر والمشرك والملحد مالناش دعوه مع اللي منكر لله وللرسل وللدين، دول مش خارجين ابدا. لا خلاص انها عليهم مؤصده، خلاص مغلقه تغلق الابواب. قال رجل يا ربي لا تجعلني اشقى خلقك. اخر واحد دي اصلها واحد ما فيش الا هو يعني يعني. قال عبدي ان اخرجتك منها لا تسلني ولا تسالني شيئا اخر. قال يا رب اسالك ايه بس خرجني من المكان ده. قال اخرجوه. خرج. قال فنظر ايمن منه فلم يرى الا النار ونظر اشمال. قال يا ربي اصرف وجهي عنها، وانا انا خرجت خلاص، ما احبش اعدي على الكورنيش عشان ما اشوفش طرق، مش عايز الحته دي، مش عايز اشوف المنظر ده، كنت مسجون هنا مش عايز. قال عبدي اما وعدتني الا تطلب مني شيئا اخر ما اقدرك على الوعد. انت بتقعد تخلف ليه يا رب العباد؟ بين الله اصرف وجهه عن النار. هو صرف وجهه عن النار، بص من بعيد وطالع من جهنم والعياذ بالله. مش عايزين نخوف الناس ونقول كلام، لكن في القران شوف 158 مره الجنه، 158 مره النار، 213 مره الرحمه، 213 مره العذاب. هو كده بيسير وناديه، هو ميزان سبحان. 119 مره الدنيا، 119 مره الاخره، يعني وسط. هي كده هي كده. فلما طلع بالنار بص كده ايه؟ نهر وفي شجره والفروع بتاعتها بتتحرك، يبقى في هواء، هو طالع والعياذ بالله عز وجل. قال يا رب اخر طلب انقذني الى ظلها استمتع بظلها واشم هواءها واشرب من مائها. قال عبدي ما اغدرك على الوعد. قال يا رب لا تجعلني اشقى خلق. انقلوه نقلوه. هو قاعد شم الهواء الظل بتاع، شرب ميه، لقي شجره اجمل وورود اجمل وريح افضل وبهره. قال يا رب انقذني. لو اطيل المعنى الحديث ثالث مره بص لقي ايه؟ باب الجنه. هو بيطمعه في رحمته حته حته، لو انه لو دخله مره واحده يمكن يموت، ما فيش موت تاني، ما من فضل صدمه. فجه عند قال يا رب ولو على بابها، باب الجنه بس انا خش جنب رضوان، ما انقلوه على باب. يا عبدي ما اغلاك. المهم نقلوه. هو وقف على العتبه، دخل بص جوه، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كاد العبد ان يطير عقله. قال يا رب ولو من داخل عتبتها بس. يا عبدي ما اغدرك يا رب لا تجعلني اشقى خلقك. قال عبدي سوف ادخلك واعطيك فيها ملكا كاعظم ملك رجل في الدنيا. ده اخر واحد في النار، اخر واحد كان في النار. اديك ضعف عدد المساحه اللي كان واخدها اغنى واحد في الدنيا. مين؟ اوناسيس اي حد من دول على مر التاريخ، قارون، اي حد. فيقول العبد اتسخر مني وانت رب العالمين؟ لقد ملكها اصحابها توزعها التمليك وكل واحد خد حته. فقال واعطيك 10 أضعاف بدلا منها. قال اذا انت عبدي وانا ربك. اخطا من شده الفرح. شوف نص الحديث بتاع الرسول، اخطا بشدة. فضحك ابن مسعود راوي الحديث وكان لا يضحك ابدا. قال تضحك وانت تروي حديث رسول الله؟ قال عندما وصل رسول الله هذه النبوة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يا رسول ما الذي يضحكه؟ قال من ضحك الرب من عبده. يسموها المسلسله بالضحك. هذه رحمه الله، هذه رحمه الله. طب مولانا ان الراجل من كتر خوفه، من كتر خلاص، من كتر قال لله عز وجل، قال له رب انت عبدي وانا ربك. اخطا من وقصده يقول انت ربي وانا عبدك. قال له وهذه ايضا غفرتها لك.